السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم سعيد إن شاء الله علينا، يا رب تكونوا بخير كده وفي أعز صحة وسلامة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ونقول هنعمل النهاردة فيديو جميل خالص اللي هو ميني بيتزا. هنعمل مع بعض كده فطيرة صغيرة كده محشية حشوة جميلة، تنفع للمدارس، تنفع للأولاد في البيت. يلا نصلي ونسمع على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو بتشوفوني وعجبكم الفيديو يا ريت تشاركوني ويلا مع بعض نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا نص كيلو دقيق، واللهم صل على النبي. هنروح جايبين نص معلقة صغيرة هي ملح، دي المكونات الجافة، والسكر حسب الرغبة. لو انت عايزاها تبقى مسكرة شوية عادي يبقى هروح جايبة معلقة 2 3 معالق صغيرة، ونروح مقلبين المكونات دي كده مع بعض. ولو انت عندك لبن بودرة عادي مش مشكلة، بس انا صراحة مش عندي لبن بودرة. ونقلب المكونات دي مع بعض كده ونركنها هي المكونات دي نجيف. نروح جايبين بقى اللهم صل على النبي شوية مية دافية هي. نروح جايبين كيس الخميرة بتاعنا، انا هحطه كله كيس الخميرة، مش تقولي معلقة ولا حاجة، لا حطيه كله بيبقى احسن عشان تنفش معاكي كده وتبقى هشة وجميلة. نروح مقلبينه كده لحد ما اما يدوب خالص، ونركنه برضه على جانب كده لحد ما الخميره تتفاعل خالص. يبقى احنا بنحب نعمل مع بعض بيتزا. وشكرا على كل اللي شاركني والف شكر. يبقى خلاص كده نحس ان الخميره خلاص كده يعتبر عدد صحيحه. لو الفقاقيع دي ظهرت فوق كده اهي، نركن دي كده على جانب ونجيب الطبق بتاعنا ونروح نازلين بالخليط ده اهو، خليط الجاف ده اللي هو الملح والسكر. يبقى احنا كده سيبناها بتاع 5 دقايق اهين او 10 دقايق اهين، نروح نازلين بها على على الدقيق بتاعنا. الله ريحتها جميله وممتازه معانا اهي. ونروح جايبين 3 معالق زيت اهم عشان نكتر يعني. ونروح نبدا نعجن الخليط ده خالص اهو. ونروح جايين بالظبط معايرين كوبايه ونص ميه دافيه، يعني دافيه اهي. ونروح نازلين تدريجيا بيه كده معلقه مج ونص اهو، ونبدا نعجن. وعلى فكره مش ممكن ان انت تحط المج ونص، حطيه بالتدريج علشان ممكن يكون الدقيق بتاعك مش زي بتاعي. يبقى احنا خلاص كده بدانا نعجن العجينه جميله هي معانا ما شاء الله زي العسل اهي. بحب عجينه البيتزا تكون بتمط شويه. نكمل العجين مع بعض ونوريكم هنعمل يبقى بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. العجينه التمت اهي، لان لازم تكون عجينه البيتزا فيها تلزيقه كده. يبقى نروح جايبين البوله بتاعتنا اهي ونازلين بحاجه بسيطه زيت نباتي، زيت زيتون اللي عندك يعني استعمليه. ونروح جايين بين العجينه كده ترتاح بقى وتختمر اهي في البوله اهي ما شاء الله زي العسل. شايفين اهي؟ نروح منزلينها كده اهي. نجيب شويه دقيق كده من فوق، شويه زيت من فوق كده اهي اهي. ونجيب كيسه بقى او سريتش لو حداكي تروحي مغطيه بيها، نسيبها تخمر حوالي نص ساعه كده ونشوفها مع بعض. يبقى خلاص مع بعض جبنا كيسه هي اللي بتاعه التخزينه هي، نركنها كده مع بعض لحد ما تختمر. في الوقت ده بقى يلا نجهز مع بعض الصلصه اللي هنحطها على البيتزا. يبقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده البوله انتلت اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهي. يلا نفضيها بقى من الهواء كده بالراحه اهو اهي ان شاء الله زي العسل اهي. شايفين عجينتها بتمط ازاي وجميله اهي. يلا نطلعها كده من الهواء ونبدا ان احنا الكور اللي انت عايزاها اهي مناسبه اهي وزي العسل اهي. نرص كده خليها ترتاح شويه اهي. شايفين الميني بيتزا دي بتبقى قطع صغيره يعني اهي اهي. بصي لازم تكون فيها مطه كده عشان تبقى طريه وتهش معانا خالص. شايفين اهي شايفين كده خلاص. نكمل اهو الكميه مع بعض اهو. شايفين رصينها مع بعض حلوه هي. نكمل الكميه كده نوريها لكم بعد ما نخلص ان شاء الله. يبقى يلا مع بعض بقى نجيب الحشو بتاع البيتزا. نجيب 3 معالق كده او 4 صلصه. لو مش عندك صلصه تروحي جايبه جايبه 4 حبات طماطم في ريحه زيت كده وتسويهم تبقى 100 100 وريحه زيت بسيطه خالص عشان تدي لمعه اهي. ومش عندي كاتشب فاروح جايبه كيس كاتشب كده يدي سكر ويدي طعم
اهو شايفين غامقه عن الصلصه ازاي وجميله اهي. نقلبهم كده مع بعض. يبقى هو ده حشوه الايه البيتزا اللي احنا هنعملها مع بعض. وجبت معانا هنا زيتون، وجبت اللهم صل على النبي لانشون، وجبت ايه فلفل الوان اهو. يلا بقى نفرد مع بعض البيتزا ونوريكم. بس يعتبر حطينا في ارضيه الصينيه شويه زيت، ورحنا جايبين الفنجان بتاعنا اهو نعصناه زيت، ونروح نازلين ايه كده اهو زي ما انتم شايفين كده، علشان ايه نعمل حدله الحشو اللي هو بتاع البيتزا هو على قد ما تقدري وسعي، بس اهم حاجه ايه خليها متساويه كده اهي زي ما انتم شايفين كده. وهنفردها بايدينا اهو زي ما انتم شايفين. برضو نروح جايبين واحده كمان اهي، وبرضو في الطبق اهو في زيت، ونروح نازلين ايه زي ما انتم شايفين كده اهو اهو، ونروح مطلعين ايه برضو نروح ايه ضاغطين كده عشان الايه يكون في زي ايه زي تحويجه كده في النص اهو. نروح برضو جايبين العجينه، بس اكيد نخلي واسعه بين دي وبين دي يعني اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. ولو مش عايزه تستعملي خالص مج اللي هو فنجان يعني. نكمل كده الكميه مع بعض ونوريكم. لا ما شاء الله عملنا الكميه دي كلها من نص كيلو دقيق. يبقى نروح جايبين اللهم صل على النبي الصلصه بتاعتنا، ونبدا ان احنا نوزعها على الايه على البيتزا بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. اللهم صل على النبي جميله وحمراء وجميله خالص. تحط على الصلصه كده ريحه زيت بسيطه اهي. دي عمليه تطويل علشان الصينيه ايه تاخدها بالطول يعني اهي زي ما انتم شايفين اهو. لون جميل اهو زي العسل. يلا على الصينيه الثانيه برضو ما شاء الله حاجه زي العسل وعلى قد الايد ومية مية هي. مش هتخسروا لوحدكم اي حاجه، مش عينك صلصه اعملي طماطم من البيت اهي. ما شاء الله زي العسل. يبقى خلاص نروح جايبين شويه فلفل كده زي ما انتم شايفين اهو. مش مستحب الفلفل عادي، مش تحطي عادي اهو. يبقى كده خلاص اهو حاجات بسيطه كده عشان لو حر او كده، مش في عيال مش بيحبوه ولاد مش بيحبوه اهو معانا اهو. ونروح جايبين اللانشون. لو عايزه برضو تكتفي بالخليط اللي هو الصلصه والفلفل والجبنه الموتزاريلا ماشي، مش تخسري روحك اهو. لانشون برضو علشان ايه وهي مثلا الولاد واخدين المدرسه او كده اهو اهو زي ما انتم شايفين اهو. نحشي كل اللي معانا اهو اهو زي ما انتم شايفين. ونروح جايبين الجبنه الموتزاريلا معانا هي الكميه اللي انت عايزاها دي بقى بتدي طعامه بقى مش هقول لكم، انتوا طبعا مجربين وعارفين قبل كده اهو اهو. يلا نكمل مع بعض رص الجبنه ونوريكم. خلاص كده مع بعض خلصنا الكميه هي زي ما انتم شايفين. نروح بقى جايبين زيتون كده وحاطين على وش الايه البيتزا الجميله بتاعتنا اللي انعملت مش كملت 10 دقايق دي ما شاء الله زي العسل اهي شايفين. انا روحي الصراحه اجيب زيتون اسمر ما لقيتش، فاي زيتون حداكي، ولو برضو عايزه تستغنى عنه بكميات بسيطه عادي اهو ما شاء الله زي العسل اهو. يلا بقى نسخن الفرن على درجه حراره مناسبه ونحطه ونوريكم الايه المنظر ده لما تطلع ان شاء الله. حتى تشوفوا احلى ميني بيتزا من ايديا. تسلم عشان تسلم بكم انتوا. يبقى اللهم صل على سيدنا محمد. هي دي النتيجه اللي طلعت والله اول مره اعملها في بيتي واول مره اعملها معاكم. يلا مع بعض نمسك واحده كده بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. شايفين اهي شايفين اهي بتنط وجميله خالص اهي وزي العسل. يلا كده نرصها في الطبق التقديم ده اهو اهي. شايفين بصوا شايفين جعل الفطيره عامله ازاي. البيتزا جميله خالص اهي دي اللي احنا فتحناها اهي ما شاء الله زي العسل اهي ما شاء الله زي الورد اهي زي الورده اللهم صل على النبي. والتانيه برضو معانا هي. ايه رايكم في المنظر ده جميل خالص. دي يعتبر من نص كيلو او زائد حاجه بسيطه خالص يعني، مش اقل من مش اكتر من حاجه من نص كيلو يعني. ايه رايكم شايفين ما شاء الله زي العسل. يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم، واسيبكم على لا اله الا الله. يا ريت يشاركني واسيبكم في رعايه الله وامنه. مع الف سلامه يا حبايبي ونتقابل على خير.